قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال رسول الله صلى الله شعبان شهر النظرة، قال شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه كثير من الناس ترفع فيه الأعمال إلى الله. يعني بالبلد كده الكتاب بتاعك بتاع طول السنة، العرض السنوي هيتعرض على الله. هل هو ما يعرفش اللي احنا عملناه؟ عارفه كويس. مفيش مثقال ذرة في العالم تغيب عن ربنا، صح ولا غلط؟ امال بيعرض عليه الاعمال ليه؟ قال هي فرصة سنوية انك تصلح، ترتب ورقك وتستغفر، وان كنت واكل مال الناس ترجعه، وان كنت ظالم الناس تروح ترد المظالم، وان كنت قاسي على نفسك بالمعاصي ارجع وتوب، عشان في نظرة، والنظرة تحصل عند الاطلاع على العمل في آخر السطر. لا ينظرون إلى الصفحة بالكلية، قال فينظر الله سبحانه وتعالى على العمل من آخر السطر، فإذا وجد فيه ما يستدعي الرضا جبر ما قبله. النظرة تكون منين؟ من آخر السطر. يجي النبي يقول لك إيه؟ يغفل عنه كثير من إيه؟ من الناس. المغفلين الكتار عمالين يسرفوا على نفسهم بالذنوب. بعدين انتبه الشيخ قال له يا واد خلي بالك، الصفحة فيها عليها نظرة، الصفحة عليها تعرض على الله. أو يستحي من نظر الله عليه فيرد المظلمة، أو يتوب من المعصية، أو يستغفر الله في خلوة، أو يذكر الله في جلوة، فيجبر بها كل ما في الصحيفة. فليكن هذا موقدا ومولدا ومولدا لعزم التوبة في هذه الأيام. فلنراجع أنفسنا عباد الله حياء من نظر الله علينا. عطانا فرصة سنة يا أخوانا. يبقى النظرة دي نظرة إيه؟ نظرة محاسبة ولا نظرة رضا؟ فرصة ترفع الأعمال إلى الله لتعطى فرصة لتجبر. يشوف الحاجات اللي تبت منها فيمسحها لك، شوف الحاجات اللي انت هزلان فيها فيعضدها لك، يرتب لك بنظر الرضا وبلطف حنانه حالك. وفي كلمة وأحب شعبان شهر النظرة، قال شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه كثير من الناس ترفع فيه الأعمال إلى الله. يعني بالبلد كده الكتاب بتاعك بتاع طول السنة، العرض السنوي هيتعرض على الله. هل هو ما يعرفش اللي احنا عملناه؟ عارفه كويس. مفيش مثقال ذرة في العالم تغيب عن ربنا، صح ولا غلط؟ امال بيعرض عليه الاعمال ليه؟ قال هي فرصة سنوية انك تصلح، ترتب